حكاية فيلمنا النهاردة عن مجموعة أصحاب بيشكوا إن جارهم قاتل متسلسل وبيقرروا يدخلوا شقته من وراه، وبعد ما بيدخلوا بيكتشفوا إنهم غلطوا غلطة عمرهم وما كانش لازم يدخلوها أبدا. بيبدأ فيلمنا بانتقال شاب اسمه أليكس لعمارة جديدة، ولما بيوصل بيقابل جارته جريس وهو مستني الأسانسير، ولما بتلاحظ إنه جديد في العمارة بتبدأ تتعرف عليه وبتعرفه إنها ساكنة معاه في نفس الدور. ولما بيركبوا الأسانسير جريس بتقرأ الأخبار اللي بتتكلم عن اختفاء بنت جديدة من الحي بتاعهم، والشرطة بتعتقد إن في قاتل متسلسل ورا اختفائهم. وبيعطل الأسانسير فجأة وبيتوتر أليكس لأنه بيخاف من الأماكن المقفولة، ولكن جريس بتقوله يهدى وبتفهمه إن ده طبيعي لأن العمارة قديمة، وبتعرفه إنه لو فصل الكهرباء وشغلها تاني الأسانسير هيرجع يشتغل، وإنه لو ما اشتغلش يتصل بماني حارس العمارة وهو هيسحبه. ولما بتطلع جريس لشقتها بتحكي الراية زميلتها في الشقة عن أليكس، وبتاخدها وبيروحوا له شقته، وبيحكي لهم أليكس إنه كان لاعب كرة محترف ولكنه تعرض لإصابة سببت له ارتجاج في المخ، وإن من وقتها وهو بطل يلعب، وبيكون لسه مش عارف هيعمل إيه في حياته. وعلى الرغم من إنه معرض للإصابة بأمراض كتيرة إلا إنه مبسوط لإنه أخد فرصة تانية يعيش بعد ما كان خلاص بيموت. وبيسأل رايا هي بتدرس إيه، فبتعرفه رايا إنها درست تاريخ الفن وبتتدرب في متحف. ولما بيرجعوا لشقتهم بيخرج أليكس بسبب صوت الموسيقى العالي، وبيقابل مجموعة أشخاص شكلهم غريب، وبيستقبلهم جاره إيفرس في شقته. ولما بيحاول أليكس يتكلم معاه بيقفل الباب في وشه من غير ما يرد عليه. وتاني يوم رايح بتاخد أليكس علشان يشوف المبنى وبتخليه يقابل ماني أول شخص. وأول ما بيروحوا مكتبه بيلاحظ أليكس إنه عامل خريطة عليها صور البنات المفقودين، وإنه بيحاول يوصل لمعلومات تساعد الشرطة. وبيسألوا أليكس عن الحفلة اللي كانت في الشقة اللي جنبه، فبيعرفوا ماني إن إيفرس بيعمل حفلة غريبة كل فترة مع أصحابه، وإن كل مرة بعد الحفلة بيتخانق مع حبيبته وبعدها محدش بيشوفها تاني، وبيفضل عايش في هدوء لحد ما بيتكرر نفس الموضوع تاني. وبيكون أليكس مش مرتاح ليه وبيسأل رايه لو كان ضايقها هي وجريس قبل كده، فبتقول له رايه إنه ما ضايقهاش ولكنه بيبص لها نظرات غريبة. وبتوريه أوضة الغسيل وبتخليه يشوف الفرن القديم اللي موجود فيها، وبتعرفوا إنهم بيحرقوا فيه أي حاجة عايزين يتخلصوا منها، وبتاخدوا لمكانها المفضل وهو سطح العمارة. وبتعرفوا إن ماني سايبه مفتوح لأنها بتطلع كل يوم تجري. وبيلاحظ أليكس إن في جرح كبير في رقبتها، ولما بيسألها عنه ما بتجاوبش. وبيتقابل جريس وأليكس في الأسانسير تاني، وبيقابلوا إيفرس اللي بيكون معاه حبيبته، وبيتصرفوا تصرفات غريبة، ولكن طبعا محدش منهم بيتكلم. وبالليل بتصحى رايه وجريس على صوت صراخ بنت وبيخافوا، وبيروحوا لأليكس اللي بيكون هو كمان سمع الصوت، وبعدها بيسمعوا صوت خبطات عالية وما بيلاقوش تفسير لكل ده. وبينزل أليكس لأوضة الغسيل وبيقابل إيفرس هناك، وبيشوفه وهو بيتخلص من حاجة في الفرن. وبيروح أليكس يحكي اللي شافه لجريس ورايه، وبيكون شاكك إنه قتل البنت اللي كانت معاه وتخلص من جثتها في الفرن، وبيكون شاكك إن هو القاتل المتسلسل. ولكن رايا بتقوله إن إيفرس ممكن يكون تصرفاته غريبة ولكنه مش قاتل. وبيفضلوا يراقبوا إيفرس اللي بتكون الشرطة عنده، ولكنهم بيمشوا وما بيقبضوش عليه. وبيلاحظ إيفرس إنهم بيراقبوه وبيشاور لهم علشان يفهموا إنه متضايق من تصرفاتهم. وبالليل بتطلع رايا للسطح لوحدها وبتفضل تجري. وبيروح أليكس لجريس وبيقول لها إنه قرر يدخل شقة إيفرس الساعة 12 في الوقت اللي بيمشي فيه الكلب بتاعه. وبتحاول جريس تمنعه ولكنه بيكون مصر وبيطلب منها تراقب المكان، وبيقول لها لو إيفرس رجع ترن عليها علشان يخرج. ولما إيفرس بيخرج بيدخل أليكس الشقة من فتحة التهوية اللي موجودة في شقة جريس، ولما بيدخل الشقة بتكون غريبة جدا، وبتنزل جريس تراقب مدخل العمارة. وبيشوفها ماني وبيسألها هي ليه واقفة لوحدها بالليل، فبتقول له إنها ما كانتش عارفة تنام ونزلت تتمشى شوية. وبيلاقي أليكس صور البنات المختفيين ومانيكان عليه صور البنات بشكل غريب. وبيرجع إيفرس وبيركب مع جريس الأسانسير، وبتحاول جريس ترن على أليكس ولكنه بيكون تليفونه مقفول، وبيكون أليكس في الوقت ده واقف جنب مخرج الفرن. وبيكتشف إن في صندوق في أرضية الشقة مليان فلوس كتيرة. ولما بيسمع باب الشقة اتفتح بينزل من مخرج الفرن بسرعة، وبيحس الكلب بيه فبيرمي إيفرس كرة صغيرة على كده إن ولما الكرة بتعمل صوت بيمشي. وبيتصل أليكس على جريس علشان تفتح له الباب، ولما بيخرج بتقع الكرة على الأرض وما بياخدوش بالهم منها. وبيكون أليكس متحمس جدا ومش مصدق إنه كان موجود في شقة شخص احتمال يكون قاتل متسلسل، وبيكون مبسوط جدا إنه خرج منها.
ولما بتشوف جريس حماسه بتقوله إنها عايزة تدخل الشقة معاه. وبينزل إيفرس أوضة الغسيل، ولما بيلاقي الكورة على الأرض بيتأكد إن في حد دخل شقته. وتاني يوم بتقول جريس لأريا عن خطتهم، ولكنها بترفض تشاركهم، وبتقول لهم إنهم هيسببوا مشكلة كبيرة لنفسهم لو عملوا كده. ولكن جريس بتقول لها إن إيفرس بيسافر في الأجازة ومش هيعرف إنهم دخلوا. ولكن أريا بتفضل مصرة على رأيها وبتسيبهم وبتمشي. وبتروح جريس مع أليكس، ولما بيسألها ليه أريا بتجري على السطح كل يوم بتعرفه إنها كانت مرتبطة بشخص اسمه ديفيد، وإن في يوم اتخانقوا وهو سكران وجرحها بالسكينة في رقبتها جرح كبير جدا وكانت هتموت، وإن من وقتها وهي في حالة نفسية سيئة وبتجري بشكل مستمر على السطح علشان تقلل من توترها. وتاني يوم أليكس وجريس بيجهزوا علشان يدخلوا الشقة بتاعت إيفرس، وبيطلبوا من أريا تراقب المكان، وبتعرفهم أريا إنها تبلغ الشرطة لو ما خرجوش في خلال نص ساعة. وبيكون إيفرس سايب الكلب بتاعه مع ماني اللي نايم في مكتبه. ولما بتدخل جريس الشقة بتفضل تصور كل حاجة بتقابلها. وبيجي اتصال لأريا، وأول ما بتروح ترد عليه إيفرس بيرجع وبيدخل الشقة. وأول ما بيشوف أليكس وجريس بيسيب كلبه يهجم على أليكس، وبيضرب جريس وبياخد سكينة وبيجرح إيديه وبيفضل ينزل دم على وشها. وبيحاول أليكس يبعد الكلب عنه وبيقدر يطعنه بسكينة، وبيمسك إيفرس السكينة وبيكون هيقتل جريس. ولكن أريا بتوصل في الوقت المناسب وبتضربه وبتبعده عنها، ولكنه بيقف تاني فبتضربه بالسكينة في رقبته وبيموت. وبيفضلوا قاعدين مصدومين مش عارفين يعملوا ايه. وبتقول جريس انها تبلغ الشرطة لانه ماتوا وهم بيدافعوا عن نفسهم. ولكن أريا بتقول لها ان هم اللي دخلوا شقته وهيدخلوا السجن حتى لو كانوا بيدافعوا عن نفسهم. وبيقول أليكس انه كان وحش وقتل بنات كتيرة ويستاهل الموت، وبيقرروا انهم يتخلصوا من جثته. وفي الوقت ده بيكون ماني صحي من النوم وبيدور على الكلب. وفي نفس الوقت ده بيخبط محقق الشرطة على إيفرس، وبيقول له عامل النظافة إن ماني معاه مفتاح احتياطي ويقدر يدخله الشقة. فبينزل المحقق علشان يقابله، وبيحط أليكس جثة إيفرس في شنطة وبينزلها من مخرج الفرن. وبيدخل المحقق للشقة وبتستخبى أريا وأليكس في فتحة التهوية، ولكن جريس ما بتلحقش تطلع. وبيطلع المحقق صورة بنت وبيسأل ماني لو كان شافها مع إيفرس قبل كده، ولكن ماني بيقوله إنه مش فاكر لأن إيفرس بيخرج معاه بنات كتير. وبتقدر جريس تطلع لفتحة التهوية، وبيسيب المحقق الكارت بتاعه في الشقة وبيقول لماني يخلي إيفرس يتصل بيه لما يرجع. وبيكون هيمشي ولكن جريس بتعمل صوت فبيرجع تاني، ولكن ماني بيقوله إن مفيش صوت ولا حاجة وبيخرجوا من الشقة. وبيرجع أليكس وجريس وأريا للشقة تاني، وبتقول جريس إن الفلوس من حقهم لأنهم اتخلصوا من وحش البنات كتيرة. وبيقرروا إنهم يكملوا خطتهم وبيحرقوا الجثة في الفرن. وبتتخلص أريا من الرماد. وتاني يوم بتكون جريس راجعة لشقتها وبتشوف البنت اللي المحقق بيدور عليها وبتتوتر وبيبان عليها جدا. وبتدخل شقتها بسرعة وبتفضل البنت تخبط على إيفرس، ولما ما بيردش عليها بتخبط على جريس وبتسألها عنه، فبتقول لها جريس إنها ما شافتهوش من فترة طويلة. فبتطلب منها البنت تعرفه إن توفيا عايزة تقابله وهترجع لشقته قريب، وبتمشي. وبتحكي جريس اللي حصل لأليكس وأريا وبتقول لهم إنهم قتلوا شخص بريء. وبتلوم أريا على اللي حصل، ولكن أريا بتقول لهم إنهم السبب وإنها قتلته علشان تنقذها. وبيحاول أليكس يهديهم لأنهم كلهم متورطين في قتله، وبيطلب منهم ياخدوا بالهم علشان يبانوا طبيعيين ومحدش يشك فيهم. ولكن جريس ما بتكونش واثقة في أريا لأنها ما بتسيطرش على ردود أفعالها. وبتتضايق أريا من كلامها وبتسيبهم وبتمشي وبتطلع تجري على السطح، وطبعا ما بتقدرش تخرج اللي حصل من تفكيرها. وبيسأل أليكس جريس إزاي اتعرفت على أريا، فبتحكي له إن أريا كانت عاملة إعلان بتدور فيه على شريكة للسكن وعرفتها منه. وبيسألها أليكس عن اللي حصل لديفيد، فبتقول له جريس إنه كان مدمن مخدرات وبعد اللي عمله مع أريا انتحر، وإن أريا هي اللي اكتشفت وفاته، ومن وقتها وهي حاسة بالذنب لدرجة إنها لسه بتبعت فلوس لأهله كل شهر. وتاني يوم بتعتذر جريس لأريا وبتقول لها إن كل حاجة خلصت وهيقدروا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، ولكن أريا بتقول لها إن مفيش حاجة انتهت. وبيتصل بيهم أليكس وبينزلوا مع بعض علشان يقرروا هيعملوا إيه بالفلوس، ولكن توفيا وصديقها كلود بيكونوا مستنيينهم في الجراج. وبتكون شاكة إن حد فيهم قتل إيفرس، وبتقول لأريا إنها شافتها وهي بتتخلص من الرماد. وبتقول لهم إنها محتاجة تدخل شقة إيفرس من مدخل تاني غير الباب لأن إيفرس مركب كاميرا مراقبة في الباب. فبتقول لهم أريا إنهم ما يعرفوش أي حاجة والأفضل إنهم يمشوا. وبتمثل توفيا إنها مشيت وبتقول لجريس إنهم لازم يتصلوا بالشرطة، ولكن أريا بترفض وبتقول إنهم لازم يلاقوا تسجيلات كاميرات المراقبة الأول. وقبل ما يركبوا العربية توفيا وكلود بيهجموا عليهم وبيقتلوا جريس، وبيسألوا أليكس عن مكان الفلوس،
وبيهددوه إنهم هيقتلوا أريا، ولكن بيدخل 3 من السكان الجراج وبيشوفوا اللي حصل، فبتمشي توفيا وصديقها. ولما بتوصل الشرطة بتقول أريا للمحقق جيمي إنهم حاولوا يسرقوا جريس، وبيطلع جيمي صور توفيا وصديقها وبيسألها لو كانوا هم اللي حاولوا يسرقوهم، ولكنها بتقوله إن المكان كان ضلمة وما شافتش وشهم. ولكن جيمي ما بيصدقهاش وبيقول لها إنه هيحقق مع كل السكان والأفضل تقول الحقيقة بنفسها، وبيعرفها إن الأشخاص اللي في الصور ومعاهم إيفرست سرقوا متحف بيكهام قبل 6 شهور، وإنهم بعد كده قتلوا عيلة كاملة وبيحذرها منهم، وبيقول لها إنهم خطر وممكن يقتلوها هي كمان، ولكنها بتفضل مصرة على كلامها. فبيعرفها جيمي إن في ضابط شرطة هيراقب المبنى وبيمشي. ولما بتخرج أريا من التحقيق بتقول لأليكس الكلام اللي قالته وبتعرفه إن في ضابط هيراقب العمارة، وبيرجع كل واحد فيهم لشقته. وبتكون الشرطة في الوقت ده في شقة إيفرس وبتفضل أريا تعيط. وبالليل بتطلع على السطح وبيروح لها أليكس وبيقول لها إنها ملهاش ذنب في وفاة جريس، وبيقول لها إنها مش المفروض تحس بالذنب تجاهها، وبيطلب منها تفكر في طريقة ينقذوا بيها نفسهم، وبيسألها عن مكان الفلوس. ولما بتقول له أريا إن جريس ماتت وظاهرة في الفيديو اللي أكيد الشرطة هتوصل له ومش المفروض يفكر في الفلوس، بيقول لها إن الفلوس من حقهم لأن أكيد في شخص هياخدها، وبيتفقوا إنها تروح تاخد تسجيلات الفيديو من شقة إيفرست، وبتعرفوا إنها خبت الفلوس في شقة إيفرست، وبتديله مفاتيح عربيتها وبتطلب منه يقابلها في الجراج بعد ساعة. وبتدخل أريا لشقة إيفرست فعلا، ولكن أليكس لما بينزل الجراج توفيا وصديقها بيكونوا مستنيين وبيكهربوه وبياخدوه لشقته. ولما بيسألوه عن الفلوس بيقول لهم إنها مع أريا، وبتستغرب توفيا لأنه اعترف على أريا بسهولة. وبيفضل كلود يضرب فيه وبيسأله عن مكان اللوحات اللي كانت موجودة في شقة إيفرست، وبيكون أليكس مش عارف مكانهم فعلا ولكنهم ما بيصدقوهوش، وبتجبره توفيا يعرفهم الطريقة اللي دخل بيها شقة إيفرست. فبيدخلهم أليكس الشقة من فتحة التهوية وبتستخبى أريا وما بتلاقيش توفيا اللوح، فبتضرب أليكس وبتقول لكلود يدور على أريا، وبتسيب رصاصة واحدة في مسدسها وبتقول لأليكس إنها تقتله بيها. فبيسألها أليكس اللوحات سعرها قد إيه وبيعرف إن سعرهم أكتر من 50 مليون. وبيفضل كلود يدور على أريا وبيلاقيها مستخبية في دولاب إيفرست، فبتطعنه بسكينة في دراعه وبتروح تستخبى في الحمام، ولكنه بيقدر يكسر الباب وبيمسكها. وبيقدر أليكس يخدع توفيا وأول ما بتسيب مسدسها بيقتلها بيه. وبيفتكر كلود إن توفيا هي اللي قتلت أليكس لما بيسمع صوت الرصاص، وبيقول لأريا إن أليكس اتخلى عنها بسهولة واعترف عليها من غير ما يعذبوه. وبيسألها عن مكان اللوح والفلوس وبيكون هيحرقها بالنار، ولكن أليكس بياخد المسدس وبيهدده بيها علشان يبعد عن أريا. وبيسألها عن مكان اللوح وبتقول له أريا إنها ما تعرفش مكانها، ولكن كلود بيقول له إنها بتكذب وبيعرض عليه يديله حصة منها لو ساعده ياخدهم منها، ولكن أليكس بيقتله وبتقع النار من كلود وبيحصل حريق. وبيفضل أليكس يسأل أريا عن مكان اللوح وبيقول لها إنه مش هيسيبها تخرج قبل ما تعرفوا مكانهم أو هيقتلها، وبيكون هيخنقها فعلا. فبتقول له إنهم متعلقين مع شنطة الفلوس في مخرج الفرن، ولما بيفتح أليكس الباب بتوقعه وبيمسك أليكس في الحبل اللي مربوط بيه الشنط، وبيحاول يطلع ولكنها بتقطعه وبتقول له إنها بتكرهه وإنه شخص أناني وما بيفكرش غير في الفلوس، وبتسيبه وبتاخد اللوح وبتركب الأسانسير ولكنه بيعطل بيها، فبتتصل بماني علشان يخرجها. وبتوصل الشرطة بعد الحريق ما بينتشر وبيفضل أليكس يطلب المساعدة ولكن محدش وبسبب الحريق بتنفجر مواسير المية في الشقة بتاعت إيفرست، وبتفضل المية تنزل على أليكس لحد ما بيغرق ومعاه الفلوس. وبتاخد أريا اللوح وبتخرج من العمارة وبتسلمهم للمتحف وبتشتغل فيه. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إن الفضول ممكن يقتل فعلا. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.